في اتصال. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير، تفضلي. مين معي؟ مساء النور، أهلين. معك نور من المملكة العربية السعودية. أهلا نور. حبيت أكون ضدك أختي العزيزة. أنت قلتي الله غفور رحيم، نسيتي تقولين الله شديد العقاب. فهمتي علي؟ فأحب أقول لك إنه أنت لما تقولين، أنا ضدك تماما لما تقولين إنه نقدر ننام ما أقدر أنا أنام مع أخوي في غرفة واحدة. الله سبحانه وتعالى قال وفرقوا بينهما في المضاجع. هذا الموضوع نهائيا غلط. إني أنام مع أخوي، لا صح إنه هو أخوي وأنا محرم له، بس استحالة. أنا عايشة الوضع، أنت خليجية أنا برضو خليجية وعارفة التقاليد، يعني لا تفكرين إني ضدك. يعني نور التقاليد أنا مو ضدك في التقاليد، بس ضدك في المبادئ وفي الفكر. أنا ضدك تماما. كانت عم تحكي هناء قبل شوي عن التقاليد اللي هلا حكيتي عنها، أنت لكن بتنفي بشكل قاطع إنه ممكن يكون في أي ميول تجاه امرأة بسبب التقاليد، يعني من خلال تجربتك أنا بدي أسألك. لا، مسألة إني أنا مع وحدة من جنسي أمارس معها الجنس نهائيا ما في أي شعور. حتى أنت تقولين إنه شعور إنه إثارة، ما في إثارة. كيف إثارة واللي معاها معاي واللي عندي عندها؟ كيف؟ الامرأة أختي وأمي وبنتي فقط لا غير. حتى صديقتي هذا في الأخير في آخر مرتبة إنها تكون صديقتي. أما مسألة إني أمارس معاها الجنس أبدا ما في أي متعة. حتى لو أنت جربتي مرة واحدة وأنت يعني إنسانة طبيعية مو شاذة، مستحيل تجربينها مرة ثانية. حتى لو قلنا فترة مراهقة جربتي مستحيل تتكرر التجربة. صدقيني مهما كان التقاليد تجبرك إنه إحنا نتغطى، إحنا ما نسوق سيارات، إحنا بس المدرسة الجامعة نتخرج نتزوج، ما عندنا حتى وظائف فيها اختلاط، إحنا ما نتوظف، دائما مع النساء مع النساء مع النساء. هذه تقاليدنا تحكمنا. بس إنه أنام مع بنت نو واي. حتى لو غلط ومراهقتي خلتني انام معها مره واحده ما راح تخليني انام معها المره الثانيه او تتكرر. انت عمرك الحين 30 سنه طالعه على الشاشه، اوكي؟ كيف تجيك الجرأة من الاساس انه الحين انت كلامك اعظم من البرقع اللي انت لابسته؟ كيف تجيك الجرأة؟ قدرتي يعني تطلعين على الشاشه وما قدرتي تشيلين الغطاء اللي عليك؟ الغطاء اللي عليك اقسم بالله انت ما احترمتيه.